أهلا بكم. الإعلام المصري فين يفهم الناس الحقيقة؟ المثقفين المصريين فين يفهموا الناس الحقيقة؟ فهموا الناس اللي تعبت من المعيشة إن السيسي مش سبب الغلاء، ولو جه مليون واحد تاني ما كانش هيقدر يعمل 1% من اللي عمله عبد الفتاح السيسي. فهموا الناس إن السيسي لما رفض يكون قراره من الصهاينة والأمريكان عملوا معاه اللي يخليه يرقع تحت رجليهم وما قدروش عليه، لأنه محارب قوي شريف وعنيد محب للوطن وعاشق ومتيم للمصريين. عملوا عليه أقوى هجمات إرهابية في التاريخ علشان يرقعوه، لكن بعون الله انتصر عليهم. ضربوا السياحة في مصر علشان يضربوا الاقتصاد المصري ويشردوا العمال المصريين، لكن العناية الإلهية هي اللي بتحفظه وتحميه. ضربوا محطات الغاز وأبراج الكهرباء علشان المصانع تقف، قالوا عليه انقلابي وعميل، قالوا عليه كل حاجة، حتى قالوا إن أمه يهودية، وهو الآن هو اللي واقف لليهود. يا عالم ارحمونا من التخريف. خلوا بعض الدول العربية على علاقة سيئة معاه، بعدوا بعض الدول العربية عنه علشان مفيش مساعدات، علشان يركع ويرجع للصهاينة والأمريكان. لكن السيسي العنيد ماشي في طريقه ومش معبر حد. عملوا احتكار للعملة الصعبة والسلع التموينية علشان يضربوا الاقتصاد المصري ويقلبوا الداخل المصري عليه، لكن الشعب المصري بيحبه ومسنده ومعاه لآخر المشوار علشان شايفه بيبني وبيعلي في البلد، والكل شاهد بكده، مصريين وغير مصريين. خططوا له 1064 عملية اغتيال علشان يخلصوا منه. قال لك لما نخلص من السيسي يبقى قدرنا نسيطر على مصر. مش فاهمين إن مصر فيها 120 مليون عبد الفتاح السيسي. مش فاهمين إن الجيش المصري كله عبد الفتاح السيسي. مش عارفين إن عبد الفتاح السيسي ده هو رمز البلاد. فهموا الناس إن السيسي بطل مصري مخلص محب للوطن، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي جابه في الوقت ده، هو اللي جابه في التوقيت ده علشان يحمي مصر وينقذ المصريين من الهلاك والدمار المحقق اللي خطط له أهل الشر والدين. فهموا الناس الحقيقة، فهموا الناس واشرحوا لهم الحقيقة. فهموا الناس علشان اللي مش فاهم آن الأوان إن يفهم ويعرف إن الدولة المصرية بتتحارب محاربة شرسة. فهموا الناس علشان آن الأوان إن الشعب المصري كله يكون خلف القيادة السياسية وداعمين بكل ما آتاهم الله من قوة للجيش المصري، داعمين بكل ما آتاهم الله من قوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمين بكل ما آتاهم الله من قوة للدولة المصرية علشان نبني مصر ونسعد المصريين.